أيها الإخوة، في الجمعة الماضية قلنا المشركون استعدوا للهجوم على المدينة، معركة الخندق. اليوم سنتكلم حول الاستعدادات داخل المدينة. ماذا استعد لهذه المعركة المسلمون؟ ماذا استعدوا وكيف كان، ووسائل الدفاع عن المدينة؟ سنتكلم عن هذا بإذن الله تعالى. برايد عزيز حفتا شوي ما بحثا دسبيكا شر خندقي كر. خندق عرديت كولن يا ناوي خندقه ما قول ناوي في خندق أشر هاني جي دحب ناب هنا ده تاريخ إسلام ده دنا واجرات بيجن ناوي يكتب بيجن خندق بلاكو قنالكي كولان قنال عردكي كولان أو كم كيلومتر دريش حتى حفتا شوي جا كده ماشي شاشتي كي كت تشتكي جو ما قول 5 كيلومتر كور نا 5 متر يا 4 متر يعني جماعت گرزان به 5 کیلومتر نای کولانده، فقط 5 متر ده به 4 متر ده به، اما درج بوناوی نزد 5 کیلومتر درج فرایاوی او درجه 4 و 3 متر کور او فرای، اما درج 5 کیلومتر درج بو. ایجاد اسلام داد ناو جرهنه ناو یک دبیجن حرب خندق اوا کوی قنالانه کولان خندق عردهانه ناو کیدن دبیجن اوا احزابش حزبه هاته، یعنی جروب پر كومبون سر مسلمانه قبيله عرب ويهوديه ومكه وهاتن جوانا قوتن حرب احزاب. حتى القران داي سورتك هنا في سوره الاحزاب رب العالمين بحثاويتك بشتيكو كافر حاضر كر هاتن دا اجا انا ايرو بحث حاضريه مسلمانه بكن كان مسلمانه خوش بشر رچوا حاضر كر لو افشار هاني براسي شركي مازنبو هدفو بلانا ابي كفي شرع اماده كرنجي سروكيوان يهودي بون، يعني حفتا شوي ما قول يهودية كاربو وان عربات كون بك هنا كا بخبردان هنا كاجي بپرا رشوتي پرا دانوان اوان انسان هانه 10,000 حب انسان چکدار 10,000 انسان خواه سلاح آنین و بیجاره امی مسلمان صافی بکن هرچی میرن امی بگجن و هرچی جن وزارو کمان جمعش خواه بکن جاریه و کولش خورا ببن، يعني او خاصا پیلانا کمازن بو امی ایجا بحث بکن که مسلمان خودچه واجره حاضر کرد افشار كانت كارن جرا بيجن شرع تاريخي شرع كي ديروكي بو، يعني پشت وی شرع هانه وی حربانه بري آوه هات گوهرتن آف زانه چنه آف بري آوه ورد ابو چوجي كادن، يعني تاريخ هات گوهرتن. أما أنا بحثوي هدي بكني إن شاء الله. أول ما قام به المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاستشارة قرروا أن يحفروا، وهذا كان فكرة جديدة على الساحة الموجودة ساحة نقول العربية الجزيرة العرب. هذه الفكرة أتى من سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأعجب المسلمين هذه الفكرة وبدأوا بحفر الخندق، ولكن بشكل سريع جدا. الوقت أمامهم ضيق، لا يدرون متى سيصل إليهم الجنود، لا يدرون، يعلمون بأنهم قد خرجوا ولكن غدا بعد أسبوع لا يدرون، ولكنهم فبدأوا ليلا ونهارا وبخطة منظمة بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعوا المسافة بين المجموعات والرسول كان يشارك معهم. فحينما يشارك القائد الشعب والرعية يزيدهم رغبة وعملا وشوقا، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم وهم يزدادون محبة وعملا، وهكذا لا يفكرون بالجوع لأنهم يرون القائد معهم. العظيم هكذا، العظيم هو الذي يعيش مع شعبه، ولكن الذي يعيش في قصره ليس بعظيم. تشتكو بسلمان أكر خبر هات بيغمبر عليه الصلاة والسلام در حال ما قوم ملت طوب كر أبي خويا مازن دحب جروب هبون بيغمبر بوانا خبر ده هناكي عسكر بون هناكي سياسة مدار وزانا بون بيغمبر هر دياج كوم كر ام چه بكن چه نكن فكرة دركت ام درج نكن فكرة كيجي سلمان فارسي او صحابي مبارك بعاقل خدي ايمان كجبون ايمان اخو قال قريه فكره وي او بو يا رسول خدا والله الاليم البلاد باجار في دوله فارس وانا جرات بجن الي ايراني قدام كنا ياري ما ايريش ما بك ام خندق البيشواند كول نكارن سر در باس ببن، يعني خندق لجوي وقت را سلاح کی پر غریب و عجیب تکنولوژ، يعني وسیله که حربی و ابا پر مدرن بولی وقتانه هلاج عرب را تشتكي عجیب تخوا خدا ندیت بون دماغات شوك بون، يعني ابي فكرانه پر كيفا پیغمبر جرات عليه الصلاه والسلام حفتا چويج متساغو ماغو ام ايرو قياسوي وخندق ايرو لها فكن احمقيه كما عقليه، يعني في وقت توب تنبون طيارات تنبون هليكوبتر تنبون روكيت تنبون، يعني حسبون خندق تكولي تتم لا يخراكر
اجا مسلمان مجانا به خندقي انا وك انا خندقي انا نه وكوان خندقانه ور حاصل تشتك مسلمان كر بزمانك عجيب ده مسافه كشخا پیغمبر تبع صحابيه چون گریان و املكو حتى الكو چيكن ابي كو تاريخ مدينه زانه سي اليوي هم چيابون و هنك جي مال بون هن ور حاصل سي الي تكارو بجن گرتي بون زحمت و انسان تدارن ورن الي كيبتن فكري بو او چون كنترول كرن جكو حتى الكو باشه پشت کو بریار خودان گوشوی نقطه حتی وی نقطه و پیغمبر علیه الصلاة و السلام به پیلان که خوش زانبون صحابی آنی گنجا اختیار کوم کرد 20 مترش جوارا 10 مترش جوارا 15 مترش جوارا و مبکولن عجله یعنی پیلان که خوشک شبو برو وان انسان هانه دست بکرن عدد کولان تشت دها زیده که انبیجن غریب و عجیب و پیغمبر جی بوان را بود دگل وان بو قد مالا خورورو ندنشت اوش دگل وان کارد کرد دگل وان آخید برود آنی دگل وان توز و دماند بو تبه وان برچید بو درسته رو اوجی برچی بو نانت نبو بخویانه صحابیت هات گویا رسول خدا ام برچین نانت نم بخون موای کبرا کریه بن قایش اخو ام بیجن پیغمبر آخو بلن کرد گویا مش دحبن یعنی اجی وکامه نه وکام مازن ایرو ملت نانت نبخو او جخوارنا زیده دمرن ملت بخوارنه دمرن پیغمبر علیه الصلاة و السلام نه ساکن بو خوارنه کی با تاجی داویه صحابیه خوارنه خوار بریوان ند خوار اولی جونتر بخون داویه ازی بخون مازن اول لو موقع پیغمبر مازن و پیغمبر کو کم مازن ایرو من و تعولی از زکی خو والله اقصا مازن ند دشار دال پیش بود برچیبون دال پیش بود فقیری دال پیش بود خوارن ده داویه وید خورد گو بر هر کس تر بخو داوی ازی بخون به وی شکل هانه جی مناسب دیتن او پلان اکی چیکرن دست بکرن دنوا زمان اکی کنه تقریبا نوا 20 روزا دا 5 کیلومتر کولان چند متر فرا و چند متر جی کور به وی شکل هانه کرن. الان نتكلم حول بعض المعجزات الكبيرة نقول ولكن يعني حتى يكون شيء جميل واحد يعلم بأن الله عز وجل مع عباده المتقين والصالحين. حصل أمرين مع الرسول ومع الصحابة حينما رأوا بأن النبي جوعان جابر بن عبد الله ذهب إلى زوجته وقال ماذا يوجد لدينا؟ قالوا عندنا نعجة صغيرة يعني هكذا. قال اذبحها ونطبخ طعام. قال شوية طحين يعني خلاص نطبخها وأنا أتكلم مع النبي خليت النبي وواحد اثنين ثلاثة يعني نعجة 2 كيلو ماذا يطلع منها؟ لأنه رأى بأن النبي قد جعل حجرين تحت حزامه أو الذي يسد به على بطنه فرأوا بأنه جوعان أكثر من سائر الصحابة. فهو حينما هي تطبخ وهي يقول يا رسول الله والله شوية طعام يعني يمكن تجي بشكل خفي حتى لا يسمع كثير به الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلع على مكان مرتفع يقول أيها الصحابة كلكم مدعوون إلى جابر بن عبد الله نحن عنده ضيوف. يقول النبي لجابر اذهب إلى زوجتك وأخبرها بأن لا تعمل شيء تترك كل شيء في القدر أنا آتي أتصرف. فهو يأتي ولكن خجلان مسكين يقول يكفي الاثنين ثلاثة ويمكن 500 واحد يجوا يعني. هو يأتي إلى النبي إلى زوجته يقول خلاص اليوم نفضح. ماذا حصل؟ قال النبي دعا كل الصحابة. هي تقول هل أخبرته؟ يقول نعم. طعام قليل. قال خلاص إذن نحن ضيوف عند رسول الله. هو يتصرف من خزينة الله عز وجل. فالنبي يأتي ويخرج اللحم شوية يحط في طبق كبير وشوية عليه الخبز وكل مرة 10 أشخاص يأتوا ويأكلوا ويشبعوا ويذهبوا العدد كلهم يأكلون والطعام يزداد ولا يقل. هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله به في هذه المعركة. أبي بحث دحب معجزات بكن تيسريوان پیغمبر عليه الصلاة والسلام برچينا ملاتين شكايات كنت بيان برچينا پیغمبر بيان جوا برچيترم يعني صحابي كي ناوي جابر كري عبد الله اف جابر دنيرك پیغمبر برچيه چمال جنا خورات به چل ماله هي والله دبي حبكي كارك وكارك زانه چنه كارك تشكا بزنه يعني تشكا كارك كرماجه بين كارك يا كما بچو كا كيلو كي 2 كيلو له دكا كارك 2 كيلو گوشت دهبه او قصاجي ام بيجن ارمه هي اروان دبي دا كم زو خارنه چيكن برما پیغمبر و حبكي ده حب صحابيه ورنه والله مديد پیغمبر او خبرچيه من عيب فكر بزن اخو كاركا سري جيتكا وجن خوارنه چيتكا او تد بيا رسول خدا والله انكي خوارن واي ما چيكر تو حبكي ده حبات كاربن ورن باشتكن خيره ما خوارنه چيكر يا پیغمبر عليه الصلاه والسلام نه كم مزن يرو بجزر مزكي خو تجيب كم برقبانا برچي بنا
پیغمبر خدا جبان رحمت شاندی حتی که ملت برچی بد قرقاوی داناچه در تی سرچیه کی بلند بگل و صحابی هرچی کارت کمون تب میوان جابرن اما رو مالا جابر نام خون جابر اد به زوهرش نخوره بشه خوارن چه و برادست خونه تشتکی جی در نخبر ها تشوها بیله یعنی ابي صحابيته اما فقير ام بجن ياس زربيه ورشبيه وصوربيه وفديدك دبي يروح از رازيل ببم پیغمبر اقوى صحابه كابنه 500 حبن 1000 حب يعني تشيك صحابي ده يرو كارد كن افانا تفات مالا منو خارنا مش وانا ده حبسه حبايا پیغمبر 500 حبيج مرابينه تيجنا اخرات بجا ايرو مالا مخربو ايرو ام رازيل بون ايرو ام كتب عرده ام شرمزار بون خير دبي چبيه كأشيء دبي پیغمبر وتبي صحابيه قشات تباتن دبي ما تجرى نكو خارنا ما عندك دبي والله نكو خارن يقدنا فرد حب كده حب انسان دبي قات مراقانه كما دام تش پیغمبر قوتيه پیغمبر ام يرو ميوانه پیغمبرن پیغمبرش خزینه خودش مراتینه وبراستی جوان صحابیاتین لگان وزانه چنه لگان تادی خارنه وکنو مازن بچ طبقه هر جاره اینکه نان هورد که تخین او گوشت خسره دبي داي حب روارن بخون هر جاره داي حبتين دخونو درتين دخونو درتين دخونو هر حاصل كلام وان صحابيات تبنا دخون تبزكي وان ترتبه خوارنا دحبا 400 500 حب دخون يعني حتى عائلاوي دبيجا ولا خوارن زيده جيبو يعني نكيم بو زيده جيبو پیغمبر جي داويه پیغمبر دخوها عولي دتبا داويه دخو رجوان راد داو بخون جيران خوجي بلاكن افيا معجزه اول كدفي طنقايه هانيدا رب عالمي اليكاريا مسلمانا كر تشتكيش بيروانا كد ام كانسان تشتش دست مهاتن بكن وكيدي رب العالمين بيجا ازدكم ون وظيفه بكم داوي عايده من اما كنت نكر جمن اخوازه كاري بك ابي ابا عول كذلك حصل معجزه اخرى احد الصحابه زوجته ترسل اليه بعض التمرات يقول خذها الى ابيك بنت سعد بشير بن سعد يقول عبد الله بن رواحه هذا اللي كان اقارب يعني فهي حينما تأتي ومعها شوية تمرات النبي يرى يقول ماذا معك يقول هي تقول أمي أرسلت قليل من التمرات لأبي وخالي يقول أعطيني إياه يأخذ منها يقول اجعلوا قطعة قماش أو ماذا نقول عباية على الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه التمرات عليه ويدعو ويقول تعالوا كلوا الناس يأتوا يأخذون ويزداد يأخذون ويزداد لغاية ما يبدأ يكب على الأرض من فوق هذا الصفراية كما نسميه هذا كذلك معجزة أخرى حصل معهم الله عز وجل أعانهم على هذا الأمر تشتكي دني صحابي كدن جناويهن كي خرمات شنا أم بيجن كل مكيلو كل أواب كردي دبي هرب ربابته وخالته بخون جنك ظلامي وخال بريج دي أبونا جنب پیغمبر داد مشه پیغمبر به کچی او چه دگلت دبي والله اینکه خرمن دایکان بو باب مشاندیه دبي کابین دلرا بین تینا قماشه کی تشتكي داتینا عرضه دبي والا كسب يعني دبرا 9 كيلو بلو برا كيلو كي بزرارتنا دبي قالوا صحابيه وين خرما بخون وفان صحابيه تينو دبن او زيداد با او تقاد بن خرما زيداد او تقاد بن خرما زيداد با حتى كويدي للسروي عبا هاني دا جبجينا بات قلبه يعني او كان صد حب صحابه تساجي وان خرميانه تنبانا دحب معجزه كل برچعبا رب عالمي اكرام بسلمان راكر في تشتي اني سريوان طبعا أمر آخر استعدادات المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا علينا أن نعلم الجند إذا كان عقله وهمه وقلبه بزوجته مع أطفاله أين هم كيف حالهم سيكون في الأمن وفي الأمان إذا يكون مشغولا بهم فهو لا يستطيع أن يجعل كل همه وطاقته في الحرب ولكن إذا يكون في الثقة وفي الأمان بأن أهله في الأمان فهو يستطيع 100% يدافع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا ولذلك أمر بأن يجعلوا النساء في أماكن آمنة قد يحصل يتسلل بعض المشركين من خلفهم حتى لا يمدوا أيديهم أو لا يأخذوا البنات والنساء والأطفال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بحثوا عن أفضل مكان جعلوهم في حصون آمنة النساء قال النساء خلي هنا وجعل حوالي 200 صحابة يلفوا داخل المدينة دائما يعني نقول الشرطة الداخلية يعني قد يحصل شيء من الأمور وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن اليهود سيخونوا الذين هم الآن يعيشون معهم وعلى أساس في أمان مع المسلمين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء والأطفال في مكان آمن حفاظا على سلامتهم وحتى يكون الجند في أمن وأمان ويكون
قلبه مرتاح يعلم بأن أهله في الأمان حتى يجعل كل طاقته في الحرب. هذا كذلك خطة جميلة جدا النبي صلى الله عليه وسلم قام به. تشتكي دني جالي سيستما شردا عسكر چکدار اوی شرط کن دما کو بزانه به دیاوی جناوی خشکاوی کچاوی جیوان امانته کس کی دست خود رجه وان ناکه زاروکی وی وقته به جدل و جان شرط که لدما قزانه به دیاوی والله تهلیکه ده جناوی تهلیکه ده کچاوی تهلیکه بلکی ورن براوینن او زانن انسان بشرف و ناموس جبان جنا خو کچا خو دیا خو خودک جن یعنی او قصه جوارا شرف و ناموس مهمه افتر صحانه بلاوک هبو شرع دی هزار انسان تنه بلی ناکه بلکی داوید قله کی جی کدا بدین ورن دست خود رجه جنه کی نکن نراوین کچا کی تشتکی نکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گو ام تماشا کن انجی میکو به امنیته د مدینه دا لکوی ام جناب راجن بکبن لوی زاروکی مدوی دابن ام پشتا ما راست و دل مرحت به ام بجن والله کس کی دست خود رجه وان ناکه لقابك فقير جنا الميدان هبن وياك ورا جنيه وان برا فينا داوي بجا والله ما جنا محمد ربان جنا فلان كاس جنا فلان كاس برتهليكا كمازنا ابياجي بلانا كبر مازن بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم جنا كبجيكي تايبت گبرا جند درا دابن او قاصد الصدح بصحابه جي گوني هردم دنا مدينه دا بگارن چكدار سياره حسبانه وكا انضباط ام جوانات بجن يعني اوانا برا بگار نوا باجر دا هردم چد بچنابه و احتمال كمازن پیغمبر صلى الله عليه وسلم تخمين ذكر كو يهودي خيانتي كي بكن يهودي هبون هيجاجي اشكارا نكر من خيانتي اخو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حساب واجب بالكي كربو دصد حب صحابه تقول فاندر دا بقارين. طبعا ناحيه الامن داخل المدينه 200 صحابه كانوا يتجولوا دائما وحوالي 300 صحابة كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحرسوننا من الخلف الجهاد الذي على أساس يعتبر آمنة إما من البيوت أو من جهة اليهود الذي بني قريظة الذين هم إلى الآن يعني في هذا الوقت إلى هذه الساعة كانوا في حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد يحصل القائد الحكيم يأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات احتمال أول احتمال ثاني احتمال ثالث هكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أمر حوالي 300 صحابة أن يتجولوا من خلف الصفوف خلف المنازل الجهات التي كانوا يظنونه بأنه آمن ولكن قد يحصل ما يحصل 300 نفر هناك كذلك كان يأمرهم أن يحرسون هناك ومجموع الصحابة أو المقاتلين المسلمين بمن 200 هنا و300 هنا والباقي كلهم حوالي 3000 صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزعهم على خطوط الدفاع ومعظمهم في وضع الاستنفار التام يعني على الاستعداد المطلق أي لحظة لو أتى إليهم تعليمات اذهب إلى اليمين إلى الشمال إما راكدا أو بالفرس دائمون مستعدون 10,000 أشخاص فمن الصعب إذا أنت تكون مرتاح وجالس لا يمكنك أن تقاومهم قد يهاجموا على جهة من الخندق ويدخلوا وإذا استطاعوا الدخول لا تستطيع أن توقفهم أو أن تسدهم تمنعهم فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم جميعا في حال الاستنفار التام. وبالمناسبة أحد المرات بقوا حوالي 20 يوم تقريبا النزاع هذا أحد الأيام هاجموا واستطاع بعضهم أن يدخل إلى داخل المدينة إلى المساء كان هناك حرب تقريبا فاتهم 4 صلوات ظهر عصر مغرب العشاء لم يصلوا يعني كله فاتهم كانوا دائما مشغولين هذا الجهة وهذا الجهة من هنا يدخل من هنا خرجوا من هنا سيحاولون هذا ما حصل تقريبا فاتهم 4 صلوات يعني هذا ما حصل مع النبي ومع المسلمين. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقول صد حبلوی 300 حبیدن ایجی گون اشپارا تیساجی جیکو دگوت نویا جیمه امنیته پشتوان بو 300 حب صحابه سبرالوی بن چد به چنابه آلی که یهودیش دوی دانه هر تشت که به سریا دوی دای 300 حب سکنن تبی هب عسکر مسلمان 3000 بون تبی وان 200 و 300 تبی هب 3000 صحابه بون پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی بزانبونا کمازن وان بلا کر خطاوه سرخندقه تفكي جي واندا سكناندن هناك جي بلكي زيده هناك جي كيم ولكن اف صحابيه هاني تفكي شعبي وان فكري دستي وان سرسي الحيوان هنكي جوان حسب خسيارن هناك تيرو كوان وان دستي وان دانه هر تشت كبسريا جمارا وانا هندك ايك هاتنج داي حزارن ايك هاتنج زاروكنن يعني تفجي هاتنا وميرن والله الله نه
هر احتمال وان صحابي پیغمبر وان آنی بو توکی حاضر بون یعنی احتمال بو تفرد باز در حال چون ابي عسكري كرنا العسكري قطعه دبي حاضر قطعه هنا يعني ابي دائما حاضر 24 ساعه زي اللي تخيكي ابانا در حال دفرن دچن في الي دچن پیغمبر وها صلى الله عليه وسلم وان حاضر كربو طبعا حتى جروك جوان روجي كوتيدا شر وان دوام تك جروبك كارمون جي كده در باس ببن مسلمان جي قال لك شر كي مازن دوام كر حتى دبي هات نزي مالا پیغمبر جيشنه كي ور حاصل روكي حتى يوار فقير مسلمان ابوانا شر كرنو وردا ودا حتى وان جاره کادی جوی در خستن دوی ناوی داجی 4 حبل میج لوان چون نیورو نکرن عصر نکرن مغرب نکرن عشاء نکرن یعنی المیج روزه کی تقریبا پیغمبر و تبل میج نکنه پیغمبر دیگه لوان ناسکن برداد چنو وداد چن وان صحابیان شرکی و ساکینو مازن کرن طبعا ویاج بیر وانه کن صحابه عاقل بون زانا بون زانبون پیغمبر وکن مازن آنانه ناچت قصر خدا رونانه اما زانبون پیغمبر پر مهمه هر دم جی گروه کل دورا پیغمبر بون پیغمبر محافظت کرن یعنی دپاراستن لکه کایون گو چت به چنابه یعنی لو را هدف پیغمبر زانی لبی هدف اوه ام هر دم دورا ایبن ل پیغمبر جی خوانت چارد ناوان داد گلوان شکورخت و جلی ولی بون به شکل یعنی اما صحابه جی لدورا پیغمبر بون پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپاراستن دگو براتشتکی نیسریوان طبعا ما حصل يمكن أن نقول حرب مع غزوة خندق غزوة أو معركة الأعصاب الباردة يعني الحرب الباردة قتال فيها كان قليل جدا يعني عدد قليل استشهدوا وقتلوا من الطرفين ولكن الصبر من يصبر كثيرا ولكن المعنويات مهمة جدا فبعدما حفروا الخندق المسلمون سمعوا أو انتشر الخبر بأن اليهود قد خانوا أحد الذين خرجوا أو طردهم المسلمون من بني نضير الذي ذهب إلى خيبر فهو استطاع أن يقنع يهود بني قريظة على المشاركة في الحرب أولا هم قالوا لم نرى سوءا من محمد لماذا نحارب ولكن أهل الخيانة دائما أهل الخيانة يرون القوة خلاص يغيرون فكرهم فنحن نرى بأن سببهم الامتناع أولا كانوا غير متأكدين بأن المسلمون يستطيعوا أن يدافعوا أم لا فحينما أقنعهم بأن بإمكان الجيش المهاجم أن يقضوا على المسلمين قالوا خلاص لا نعرف عهدا ولا شيئا خانوا العهد وقطعوا الورق الذي كان هناك اتفاق بينهم وقالوا علينا أن نعمل الذي نستطيع الفرصة هذه الفرصة علينا أن نحارب فخانوا المسلمين فازداد المحنة على المسلمين جنود هناك وعدو من الخلف بين نارين هذا ما زاد المشقة على المسلمين تشتيك تشيبو يهودية قبيلة يهودية قال مدينة شبارة سكنان دينه اوانه کود کاربو او یهودی کود کاربو تاوکی وان 10,000 انسان بینه چوب وان رش خبر دا گوور والله می جاره ملت کوم کریه من 10,000 انسان انیه بی جاره محمد و حواله خو نافت از مال وان تو کجم بی جاره خلاص تشتك جوان نامينر چیز الله من کشتینه جن وان و مال ملکی وان تبش مرا غنیمتن اوانا وان يهوديه كو بني قريظه جوانات بيجن اولا گو حيره ام شما ورن شر بكم تخربك محمد نديتيه فقيره مشكله كما درد كلها كما قالوا ينينه ولكن تشتيك ما رفع عمدك اب خبردانه هاني نجد دلويه باك بو يهودي بعاقل بونجي تقول شد بچ نابه بلكي محمد بسر كاد والله بسر كبه مالا مخربك لي ابيك ابي كابراي كهات اف شخص كهات نبي حيينه ابي كابراي حي بن الاخطل اظن هكذا اسمه نبي ابو ابي انسان هاني ذكربو حيي بن الاخطب ابي ذكربو بخبردان اخو عمد راس كن حيرا مراقا نكن والله في جاري محمد نكاره تشكي بك من 10,000 انسان اني عرب تفاتنا ور حاصل جوانا قو وانا يقين كرين قو تمام والله ما دام امجي حبك ليخنيكي او سوزا كدابون پیغمبر سوزي آويتن قو چيه والله يدي خبردان بلابو پشت خبردان بلابو مسلمان ده طنقاي کا زيده كشاندن قو والله بيجاري زحمته 10,000 انسان لبرش باراجي اك ما قوتي دوست منه اوجي خيانتي تقلمتكن بفي شكل يعني جامعه خبردان اخو درخستن قو امدي چ دسمتي امدي قال محمد بكن و ده ترسا مسلمانا يجي ام بيج سترسا مسلمانا زيده بو ابياجي
تاريخ وهذا بجاء ورب العالمين عز وجل جبيه آن زمان. طيب أن حينما خرج هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد، أرسل أولا زبير ابن العوام قال اذهب وتأكد. زبير كان رجل استطلاعات مهمة جدا يفهم، ذهب ورأى بأنهم جمعوا الحيوانات ويفتحوا الطرق ويحصنوا الحصون. أتى إلى النبي قال الذي أنا أراه بأنهم قد خانوا، هذا ما أراه، العلامات هكذا يدل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة منهم قال اذهبوا أنتم كذلك ابحثوا، خصوصا أهل المدينة الذين كان سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، عبد الله بن رواحة، كبار أهل المدينة، قال اذهبوا وتكلموا معهم ذكروهم بالعهد الذي بيننا. فذهبوا فهؤلاء رأوا بأنهم قد غيروا وقالوا أي اتفاق، لا يوجد بيننا اتفاق. والشيء الذي نحن نتألم كثيرا الآن مسلمون، يقول المسلمون أو النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلمهم حينما عاقبهم بعد هذه المعركة، فهم أولا جعلوا المسلمين بين النارين، ثانيا قد شتموا النبي كثيرا أمام الصحابة المحترمين سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، وهو لا يستطيع أن يعمل شيء لأنه لا يحب أن يفتح جبهة جديدة، ولكن يسمع من داخله يحترق. أنا أسمع أنت تسب النبي وأنا لا أستطيع أن أعمل شيء، سترى هكذا في قلبه. فحينما يعود إلى النبي والنبي يقول إذا كان هناك خيانة أشيروا إلي لا تعلنوا، وإذا لم يكن هناك خيانة أعلنوا حتى الصحابة يعودوا إليهم ثقتهم. ولكن حينما يعود يقول عضل يعني قبيلتين عربيتين اللذين قتلا من المسلمين، هؤلاء يذكروا أسماء القبيلة، يعني نفس المنهج الخيانة، ولكن الناس يفهموا. فحينما يفهموا خلاص انتشر الخبر بأنهم قد خانوا، فيزداد المشقة على المسلمين، يعني وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني هنا مشقة، البشر مهما شئنا وأبينا يحصل هذا دائما شيء طبيعي. يعني تشتك تشيبو پیغمبر علیه الصلاة والسلام زبیر بگو زبیر جهره تماشا که براوانه یهودی خیانتی کریه ان نکریه. زبیر استخبارات عجیب و يعني تماشا تشتات كر فهم ذكر او ظلامك مهم بو يعني شو تماشا كر لو والله وانا واي حيوان ميوانا كوم كرن حيوان اختوبت كن دوار مواري خو ساغلام دكن ري ميافت كن جبونش بارا كافر دوي داورن سر مسلمانا هاد گو یا رسول خدا والله خانه کو خیانتی کن سوز خو خرا کرن. پیغمبر 4 5 7 صحابیش مدینه کو دوست هبند به جاوجی هرند گلوان خبردن مسئله چیه اوانا چند گلوان خبردن به کرو کا سوز ما بو گلون الیکاری ما بکند به سوز چه سوز تنه و ناس ناکن تشتي ان خرابك صحابه بي عاجز من تشتي خرابش پیغمبر راد بيجن كفر جرات كن حقارت البيغمبر كن اوان صحابيه جن كارن دنگي خوب كن نو تترسم دبي ام شر زيدان كن ام آگر گش نکن بنزین لی نکن لی لجموان اوان به ادباش پیغمبر تشتی خراب دبش پر تشتی خراب بجن واناش دنگی خناکن تین پیغمبر جوانا گوتی اگر کو خیانتی کربن بتزیکاش مراب اشارت بدن يعني براف کس کی فهم نکن او خیانتی تو نه بدنگی خوب لگ بجن نانا حوال منه اوانا تین به شفره بکنایت تشتاش پیغمبر بجن لی ملت فهمت که مسئله چیه دردو کل مسلمانا گرانتر دبه يعني گویا دوست بون گویا حوال بون اوانا ود خیانتی مرا کرن و حاصله کلام جامع را وی خیانتی آنه جکر لی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جیب زانه بود دمکی او 300 حب صحابی روان داره پیغمبر والای دانانی بود گو احتمال اوانا خیانتی بکن دخین اوان دا خیانتی هی اینکه انسان دخین اوان دا خیانتی هی پیغمبر تشکیدی جوان را امر کرد گونه گلک زیده تکبیر بدن الله اکبر دنگ خبلکم کن قیر الله اکبر بیجن كلمة الله أكبر وقع بومباك ياها يعني تشتكي عجيبة إنسانك إيمان أنتنا بالتكبيرات ما لا يخرات ترس كبد ليوان بيغمبر بون قال تكبير أبدا برا ترستي كبد ليوان منافقي هاني والله بالتكبير زيدا جي ترس أكيد كبد ليوان أفان تشتي هاني تفكرين أو قصاب بلاء ومصيبة سر مسلمانة زيدا بو هر حال دائما يجون كارم تمام بكنا متشتكي ليش بيجن نقول شيئا ونكتفي به اليوم. كذلك الله عز وجل أصدر قرارا إلهيا إلى النبي وإلى المسلمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أن الله عز وجل منع على المسلمين أن ينصرفوا بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم من أرض المعركة ممنوع أن تذهبوا. أولا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل تسمح لنا بأن نخرج أو نذهب إلى البيت إذا كان لدينا عذر أو معذرة أم لا. فإذا أباح لهم الله عز وجل سيذهبوا وإذا عفوا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال لا تستطيعوا أن تذهبوا لا يذهبون.
حتى لا يتركوا أرض المعركة من المقاتلين. فهذا كذلك أحد أسباب النجاح. فإذا القائد لا يكون في أمان بأن الجند سيكون جاهزا مستعدا دائما، ربما يحتاج إلى بعض الجنود ولا يوجد أحد موجود. لا، كل واحد يذهب حسب هواه، وخصوصا في السابق لم يكن هناك نظام عسكري مثل اليوم. فلذلك الله عز وجل تولى الأمر وقال: ممنوع أن تذهبوا إلا بعد أن تطلب الإذن من النبي، وهو حر يعطي الإذن لمن يشاء ويمنع من يشاء. هذا أحد كذلك وسائل النجاح. إذا تريد أن تنجح تحتاج إلى بعض أمور مثل هذا، أمور حازمة تمنع من انصراف الجنود. تشتكي دنيجي خدا عز وجل شكر جبونه كنت في شهر يعني دا مسلمان سر بكفن جبونه يكون ميدان فالا نمینه هر کس نچه خدا قراره کی درخه پیغمبر نکار بو بی قراره بده خدا عز وجل درخه پیغمبر گو گلو ای پیغمبر گوش مسلمان را بیجه ایزنا مسلمان تنکش حربه درکبن الا گره ایزنش تب خوازن تا ایزنا واندا دکارن هرن تا ایزنا واندا نکارن هرن خلاص گره ایزنش تب خوازن. طبعا پیغمبر نکاره بیجه گره ایزنش مبخوازی زحمت این که از ایزن ناد تنچی نابه گره قوته که جا پیغمبر ماستر با کجوانا بیجه ون مجبورن گو دریا وی انسان هانه بکن امر جوان راحت رب العالمین گو ون نکارن میدان حربه به ایزنا پیغمبر هرن ون ایزن جب خوازن او جب کیف آویا ها که گو هرت تکاری یاری نشت ناچی اوی کو قسمه کی بدزیکا چونجی رب العالمین گو او منافقن اوی کو بدزی خوات شیرن دروات کن جنا من خوشه کچا من خوشه اوانش دروات کن لی اوی پیغمبر گو خودی ایمانه اوی مؤمنون او ایزن شتت خوازن بیا رسول خدا جنا من نخوشه تشتکی بیا ایزن تا هزارم که رب عالم وی قانون شان دو پیغمبر جوانا گو هرچی خودی ایمان تا گو سر چعبه مه تا تن گو یا رسول خدا ایزن هم هرن یانا که بگو تا ندچون نه قد احتراس تنبو که بگو تا زوهر زوهر تشود هاتن اویاجی سبب که جوان سبب که مسلمان کارون سر بکبن لگا وقت گورا کیف خوازی هرم از نمیت اواکنو بکی وی وقت نوکانه بو آنها تدی عسکری هیا ایزن تنه تچی تیفر داویده وی وقت سربستی کی بو اما رب العالمین گونا از بی قانون آنه درتخم کس کی جوان نکاره به ایزنافی پیغمبر جوی درکبه هفته هاتی بیزنا خدا انشالله مستروی شرع آنه بدن تمام کرن تف درس مازن تدهنه یعنی بوسیله ظاهری آنجا خدت کاری بسر بکوی وسیله تای ظاهر تنه بنما چوا چه بو بی شکل آنه چه نابه رب العالمین سلامتی دین و دنیا بدمه انشالله و مج خرابیه بپارزه ظالمه بپارزه رب العالمین قوت بدمه ده شر خوی دگل ظالم و به ایمان ده امسر بکوین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.